واش فايت لك سمعتي شي نهار على نبي امر الشمس على انها توقف وما تغربش فاستجاب الله له. السلام عليكم ورحمه الله. اليوم غادي نعيشوا كامل مع قصه ديال نبي وقائد عظيم، ما كانش غير تابع او مرافق عادي، ولكن كان رفيق درب كليم الله موسى عليه السلام. اكيد كتقراو كل جمعه سوره ديال الكهف، وهذا النبي مذكور فيها والقصه ديالو معروفه، وهو اللي كان مع موسى عليه السلام واللي تسلم الرايه ديال القياده لأقصى حراس عرفات كاين البشريه، هم بنو اسرائيل للارض المقدسه. عرفتوا شكون؟ غادي نعرفوا اليوم ان شاء الله. عقلوا على السميه ديالو مزيان. هو يوشع بن نون عليه السلام، الفتى الوفي والقائد المظفر. خليكم معايا وغادي نعرفوا الرحله ديالو ومرافقته لموسى عليه السلام حتى فتح بيت المقدس ووفاته. الرحلة ديال يوشع عليه السلام بدات في القرآن الكريم بصفة الفتى اللي تذكر في البداية ديال القصة في سورة الكهف، إذ قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. يوشع عليه السلام كان هو المساعد المخلص لنبي الله موسى في الرحلة ديالو اللي كان كيقلب فيها على العبد الصالح الخضر، كذلك راها مذكورة في سورة الكهف والقصة راها معروفة. ويوشع هو اللي كان هاز الزاد في الطريق، وفي القصة المعروفة كذلك الصخرة اللي نسى فيها أو ضع فيها الحوت. يقول تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. هنا يوشع عليه السلام تعلم درس كبير اللي هو أنه يكون يقظ ويتحمل المسؤولية في طول هذه الفترة هذه اللي كان فيها مع موسى عليه السلام المراقبة ديالو. وما كانش زعما مجرد خادم أو لا مرافق عادي، هو كان تلميذ في مدرسة ديال النبوة، بحال تقول أنه كان كيوجد راسه بلا ما يشعر الأعظم مهمة، وكان كيراقب فيها الصبر ديال موسى عليه السلام ويتعلم منه كيفاش انه كان كيقود امه بحال بنو اسرائيل. كيف ما قلنا انه الناس عنيدين. هذا الاخلاص ديالو هو اللي خلاه على انه يكون اهل ثقه عند موسى عليه السلام، والرجل اللي اختار الله عز وجل باش يخلف موسى لقياده شعبه من بعد وفاه ديال موسى بطبيعه الحال. فاش وصلوا بنو اسرائيل للحدود عند الارض المقدسه امرهم موسى باش يدخلوا، ولكن خافوا وما قدروش. ولكن جوج منهم او جوج ديال الناس ما خافوش وكانوا زاعمين، اللي هما يوشع بن نون وكالب بن يوفنا. هادو بجوج ذكرهم القران في سوره المائده بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هنا يوشع عليه السلام حاول أنه يطمنهم ويهدن القوم وقال لهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ولكن الجبن ديالهم والخوف ديالهم تملك نفوسهم وما قدروش. وهنا فاش قالوا هذيك الجملة الشهيرة ديالهم اللي تنقراوها بزاف في القرآن الكريم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. صراحة الله يحسن عوان سيدنا موسى وهارون ويوشع عليهم السلام اللي رافقوا هذا القوم، وهذا الشيء اللي تنشوفوه دابا سبحان الله العظيم. وهنا كانت النتيجة القاسية ديال التيه بسبب أنهم عصوا الله عز وجل، أوامر الله عز وجل، ولاو تالفين في الصحراء وما عارفين فين يزرعوا الوتاد لمدة ديال 40 عام. وفي هذه المرحلة ديال التلفة في الأرض مات منهم اللي مات، الجيل ديال اللي عبدوا العجل راهم ماتوا ومشاو، وبان جيل جديد تحت الرعاية ديال يوشع بن نون اللي يصبح نبي وقائد من بعد الوفاة ديال موسى وهارون عليهم السلام. فالثلاث سنوات ديال التيه هنا خدا يوشع عليه السلام زمام الأمور وقصد بالقوم ديالو لبيت المقدس. هنا حاصر المدينة ديال أريحة لمدة ديال 6 أيام، وفي اليوم السابع اللي هو يوم الجمعة كان النصر كما كنقول بالدرجة على بونت، وكانوا ديك الساعة قبل الغروب. ومع العلم أن بنو إسرائيل كان محرم عليهم الله عز وجل القتال والعمل في يوم السبت، وخاف يوشع عليه السلام على أن تغرب الشمس ويشدهم القتال حتى يدخل بهم اليوم السبت. شاف يوشع عليه السلام في الشمس ودعا الله عز وجل ويقول لها: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذه القضية هذه: إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع بن نون ليالي يسار إلى البيت أو ليالي يسار إلى بيت المقدس. وبالفعل استجاب الله وتوقفت الشمس عن الحركة، وبأمر من الله عز وجل تم الفتح ولله الحمد. دخل يوشع عليه السلام والجيش ديالو للمدينة. هنا طرا أمر واحد آخر ما كتساليش معاهم، واللي غيبين لكم العجرفة والعناد وقصوحية الراس ديال بنو إسرائيل. فأمرهم يوشع بأمر من الله أنهم يدخلوا سجدا وركعا، بمعنى أنهم يدخلوا بتواضع ويقولوا كلمة حطة
وهذه الكلمة كتعني اللهم حط عنا ذنوبنا، باش يعلمهم الله عز وجل أن النصر من عند الله وحده، ماشي بالقوة أو ذكائهم ولا شي حاجة. لقوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وعلى ذكر أننا كنتكلموا على هذا النبي هذا الجميل والعظيم يوشع عليه السلام، الاسم الكامل ديالو هو يوشع بن نون بن إفرايم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. ذكر الله في سورة الكهف قصة خضر دون ذكر اسمه صراحة، يعني ما تذكرش سميتو صراحة، ولكن الاسم ديالو تذكر في الأحاديث الصحيحة كيف ما ذكرت لكم من قبل. وعاش حياته عامرة بالمواقف اللي ربات الشخصية ديالو وفي الجهاد في سبيل الله، وحكم بني إسرائيل بالتوراة والعدل. وكيقولوا على أنه عاش تقريبا 110 ديال السنوات والله أعلم، وخلى من وراء واحد السيرة اللي هي طيبة اللي عمر تهاون ولا تراجع في تنفيذ أمر من أوامر الله عز وجل. وكيقولوا أن القبر ديالو في جبل أفرائيم في فلسطين، وبقى الاسم ديالو مرتبط بالأرض اللي فتحها باليقين والمعجزات، أرض فلسطين. نبي مسلم سلم أمره لله وموحد لله، خلانا نعرفوا المعدن ديال بني إسرائيل، ومن قبل موسى عليه السلام وخوه هارون اللي عرفنا من خلالهم مواقفهم الكثيرة مع هذا القوم هادو. عافانا الله وإياكم ونصر الله إخواننا في أرض الرباط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.